ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني خالص خالص خالص. هنعمل النهارده صينيه سمك في الفرن زي ما انتوا شايفينها كده، حلوه، بتتكلم عن نفسها بطريقه سهله خالص وبسيطه ومتوفره. يلا بينا نشوف الطريقه ازاي. عندنا هنا سمك مكاريل. تروح تقولي للراجل بتاع المجمدات عايزه سمك مكاريل. هو بشكله كده بمتلج، تسيبيه يفك شوية. عرفت الراجل خليه يقطعهولك هناك يقطعهولك، مرضيش يقطعهولك، هنقطع مع بعض في البيت بطريقة سهلة خالص وبسيطة. اول حاجة هنحوش الراس بتاعته، تمام. وبعد كده هنحوش الديل، الحتة اللي من تحت دي، سهل خالص وبطريقة سهلة. وبعد كده في حاجات كده موجودة ناحية البطن بتاعت السمكة، ال ال وبعد كده هنفتحه بالطول عشان نطلع اللي فيه كله، عشان يبقى فيه من جوه. هنشوف مع بعض. هنحوش الحاجات اللي في البطن دي كلها، دي مش بنعوزها، دي المصارين بتاعتها ومش حلوة. هنحوشها كلها كده. ناس تقول عليها بطارخ، مش عارفة، بس انا برميها. هنحوش اللي فيها كله كده. اهم حاجه ننضف السمك حلو خالص 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 خالص، عشان يبقى ريحه السمك في الاكل بس زفره وحلوه. هنعمل مع بعض واحده تاني عشان اللي لسه ما يعرفش. هنحوش اول حاجه الراس من هناك. لو الراجل قطعهولك هناك في المحل تمام، ما رضيش يقطعهولك عشان في ناس بتقطع وفي ناس لا، على حسب المكان اللي انت بتشتري منه. يقطعهولك خير وبركة، يا دوبك هتروح البيت تغسليه وخلاص. ما قطعهوش، ادينا هنقطع مع بعض هنا في الفيديو. واللي ما يعرفش يعمله طريقة سهلة بأمانة بأمانة تقعدي تاكلي فيه. يعني لو بتاكلي مثلا رغيف هتاكلي 3 رغيفة من حلاوته وطعمته بطريقة سهلة خالص ومش متعبة. هي اهم حاجة بس تنظيف السمك. وما دام ما نضفت السمك وبكل حاجة خلاص خلصت. السمك ده يا حبايبي اسمه سمك مكاريل. تروح تقول للراجل عنده بيتباع عند بتاع المجمدات بتاع اللحمة المفرومة والحاجات دي، تقولي له عايزة سمك مكاريل على حسب بقى ما انت عايزة كيلو 2 براحتك. بس اهم حاجة تقولوا له عايزة سمك كبير، تكون سمكة تخينة كده حلوة. لو رجيت اكبر من ده هاتيه. كل ما تكون السمكة كبيرة كده تكون حلوة. هنا خلصنا الكمية كلها. هنغسل السمك حلو خالص بالفرشة بتاعة السمك دي، بتنضف السمك حلو خالص خالص خالص، احلى من ايديكي بكتير. ومش بتاخد وقت، يا دوبك تمشيها مرة واتنين كده تلاقي السمكة بقت زي القشطة من جوه. شايفين بقت حلوة ازاي من جوه؟ والتلاتة متاجلي، ال3 فرش دي متاجلي ب5، يعني مش غالية. عند اي حد بتاع ادوات منزلية تقولوا له عايزة فرش سمك، ال3 كنت انا جايباهم ب5. معرفش زي ما هما ولا الاسعار غليت. الاسعار طبعا كل يوم في الغلا، وكلنا عارفين الغلا اللي احنا فيه دوا. هنعمل مع بعض واحدة تاني. هنغسله حلو خالص. قلنا زي ما قلنا اتفقنا اهم حاجة غسيل السمك. غسيل السمك هو اللي بيخلي ريحة السمك حلو، وبالزفر ولا اي حاجة خالص. شايفين السمكة بقت بيضة وحلوة ازاي، ما فيهاش اي حاجة خالص. خلصنا الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. هنبدأ بقى نقطعه. انا بقى عن نفسي بحب اقطعه، في ناس بتخليه صاحي زي ما هو كده. بس هنغسله الاول بس بشوية دقيق كده وشوية خل وملح، عشان كل اللي في السمك لو في دم مكبس او اي حاجة ينزل مع الخلطة بتاعتنا دي. هنسيبه بالظبط 10 دقايق كده. هندعك بس السمكة كده حلو بالدقيق والملح وخل. عايزة تحطي خل حطي، عايزة تحطي دقيق وملح حطي زي ما انت عايزة. هنعمل السمكة كلها كده حوالين داير، وهنسيبه شوية وبعد كده هنشطفه حلو خالص من الدقيق والملح. ماشي يا حبايبي. بعد ما كده سيبناه شوية هنشطفه وهنبدأ بقى نقطعه. غسلنا السمك حلو، هنقطعه. انت عايزة تسيبيها كده سيبيها براحتك. في ناس كتيرة بتسيبها كده، وفي ناس كتيرة اعرفها برضو بيسيبوا السمك كده مش بيقطعوه. بس انا الصراحة بحب اقطعه.
مش يا حبايبي؟ هو تقطيعه مش صعب يعني، تقسم الواحدة على 2 على 3 زي ما انت عايزة، بس انا هقسمها على 3. ماشي. والحتة حلوة كبيرة مش صغيرة برضو، يعني شايفينها حلوة كبيرة. هنقطع باقي الكمية. ما تنسيش يا حبايبي تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وتدوسوا لايك عشان القناة تكبر بيكوا، واستنى طبعا الكومنتات بتاعتكم الحلوة اللي بتشجعني دايما وعلى طول بتخليني مبسوطة منكم. هنقطع باقي السمك بتاعنا. وبعد ما نقطعه، شايفين هنقطعه حلو ازاي؟ شايفين القطعة حلوة ازاي؟ مش صغيرة. عايزة زي ما اتفقنا، عايزة تسيبيها زي ما هي كده سيبيها، عايزة تقطعيها قطعيها. هنا خلاص خلصنا الكمية كلها. هنلم بقى طبعا الدنيا ونمسح الرخامة حلو خالص ونظبط طبعا الدنيا. هنا بعد كده قطعنا طماطم. عندنا كمية يعني قولي كيلو طماطم. عايزة تزود خلي بالك، كل ما تزود الطماطم كل ما يكون اكتر طعمه بقى احلى. وعندنا بصلة حلوة كبيرة كده، وراس تومة حلوة برضو كبيرة مفصصينها ومدقينها. هنحط عليها معلقة ملح ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة. دي اهم حاجة، الملح والكمون والكزبرة. ونفس اللي حطيناه على التومة هنحطه على الطماطم. ومقطعين قرن فلفل على الطماطم. وحطينا معلقتين ملح ومعلقة كزبرة ومعلقة كمون، هو اللي حطيناه هناك هنحطه هنا. ونعصر طبعا ليمونية كده حلوة او 2. تمام. وبالخلطة بتاعت السمك كده 100 100. ماشي يا حبايبي. وقطعنا قرن فلفل كده عشان يبقى مشطشط وحلو. وهنحط البصلة، بصلة كبيرة او بصلتين وسط مفرومين ناعم خالص. وهنقلب ده كل ده، حطينا الطماطم على الملح والكمون والكزبرة والبصل وقرن فلفل ومعلقة توم من اللي احنا كنا مجهزينها. وهنقلب الكلام ده كله ونجهز بقى الحيك بتاع السمك. احنا بنحط في قلبه توم والخلطة اللي احنا عملناها مع بعض، التوم والبصل والطماطم برضو بحط كله في بعضه. بس الاول بحط التوم كده من الاول كده عشان يبقى السمكة حاجة وشاربة من التوم وريحتها بحلو. تمام حبايبي. هنعمل مع بعض واحدة تاني كده. هنحط كده شوية توم كده في قلب السمكة من جوه عشان يبقى السمك بحلو بحاجة كده وطعمه حلو. بعد ما خلصنا الكمية كلها بالثوم هنرجع نحط في قلبه الخلطة اللي احنا عملناها، الطماطم والبصل وكل حاجة. ماشي. بأمانة الخلطة دي رهيبة 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 فوق ما تتخيلي. طعمها حلو والدقة بتاعتها بحلو خالص وطعمها جميل. هتجربيها هتعملها على طول على طول هتحشجيها. طعمها حلو. وجربيها وما تنسيش تكتبي لي في الكومنتات بتاعتكم، واستنى التعليقات بتاعتكم كلها. هنعمل الكمية كلها كده حبايبي. خلصنا الكمية كلها شايفين. وكل طبعا ما تزودي في الطماطم والدقة بتاعتها بطعمها حلو، على حسب ما انت بقى بتحب الطماطم بتاعتك كتيرة او قليلة. بس احنا عن نفسنا بنحب الطماطم بتاعتها بكتيرة. رصينا الكمية كلها كده في الصينية ونحطه في الفرن. واول ما يستوي شايفين شكله بقى بعد ما استوى مش بياخد وقت، هي من نص ساعة لساعة الا ربع. اول ما السمك من فوق كده يحمر بوشه حلو وبالسمك بتاعتنا كده خلاص استوى. متنسيش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. يلا باي.